وضع رأسه في حجره نضحه بدموعه ففتح عينه قال بني حسن لا تبكي هذا جدك رسول الله. ومعه الملائكة وجمع من المؤمنين وهم يقولون قد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ثم توجه بوصيته الخاصة إلى أولاده فردا فردا قال بني حسن أنت تقتل مسموما، بني حسين أنت شهيد هذه الأمة، يستمع إليك 30,000 كلهم يدعون أنهم من أمة جدك. ثم نظر يمينا شمالا قال ما لي لا أرى العباس بينكم. فقال الإمام الحسن هو لا يستطيع أن ينظر إلى هذا الموقف، جلس خارج البيت يبكي مع الأرامل واليتامى. قال نادي بني إن أباك يريد الرحيل. يقول الإمام الحسن ما كان العباس في يوم من الأيام قد فتح عينه بعين أمير المؤمنين، كل مطرطق برأس المطرطق. فذهب الإمام الحسن قم يا أبا الفضل إن أمير المؤمنين يدعوك لوصية خاصة. فقام الإمام العباس مطرطئا برأسه إلى الأرض، فلما قرب من أبيه قال اجلس بني عند رأسه. فجلس سلام الله عليه. قال يا أبا الفضل إن أباك ساقي العطاشة وأنت ساقي عطاشا كربلاء، أريد أن أحملك أمانة العظمى وأنت لها بني ادخرتك لمثل هذه الأيام. فقال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. زينب جالسة في مقابل العباس فقال بني زينب قالت نعم أبا. قال قلت يدك بني فمدت يدها. قال مد يدك يا أبا الفضل فمد يده ووضع كف زينب في كف أبي الفضل. قال هذه وديعتي عندك يا أبا الفضل. هي تقول زينب لما حان وقت الخروج إلى كربلاء صاح الحسين أين حافظ الوديعة أين حامل الحق؟ اذهب بنفسي أنت فإن أباك قد أودع أخواتك أمانة في رقبتك. هي زينب تقول دخل علي أخي قمر بني هاشم فقال يا زينب هاتي كفك إن أخانا يريد الخروج. أخذني من يد عباس وطلعني اسحقت متنه على الناقة رفعني نشار بي غنى علي ويبعني ضعني طلع وشرح لا تضعني خويا مح الشافي ومحس يا جيات الكربلاء ودبر فجعني النهر يا النهر طقني وفجعني. ثم أكمل أمير المؤمنين وصاياه الخاصة فاشتد به الألم وأخذ يعرق منه
جميل. فصاحت زينب لأبي محمد الحسن وكلمت أمير المؤمنين: أبا ما لي أراك أحرق منك الجبين. قال: بني إن المؤمن إن نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. فقالت: أبا من لليتيم حتى يكون، من للنساء الضائعات. فولولت وبكت وصاحت: أيوا أبتاه وعليا. ثم أدار وجهه بأهل بيته واحدا بعد الآخر وعينه تتقلب فيهم. فقال للإمام الحسن: بني حسن، إذا أنا مت فغسلني وكفني وصلي علي، وإذا وضعتني على السرير لا تحمل السرير مؤخرة السرير حتى يحمل المقدم، وأينما يوضع المقدم فضع المؤخر. يقول الفقهاء: يجب أن يكون الحامل للمقدم أعظم من الحسن والحسين. ويقول البعض إن الحامل هو رسول الله. والقضية المؤلمة أن علي بن الزهراء قال: ادفني ليلا وسرا. فاطمة سرا وليلا وعلي سرا وليلا. ما هذه النكبة؟ ما هذا البلاء؟ ادفني سرا واخفي موضع قبري لكي لا ينقش الأعداء موضع. ثم أدار عينه بأهل بيته واحدا بعد الآخر وقال: في أمان الله يا عائلتي ويا أهل بيتي، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. ثم قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا. فأسفل يديه ومدد رجليه وقضى وغمض عينيه وقضى نحوه مظلوما. أيوا عليا، أيوا مصيبته، أيوا سيدي. محسيا ما تم الصيام اجى العيد ولا تيتام. ويا هذا المدر بعد تماما واشفع لي قصتي. فلما حمله الإمام الحسن ليقوم بتغسيله بالأغسال أو يحنطه ويكفنه كما أوصى، بعد أن أتم التغسيل وقيل وهو على المغتسل وإذا بابنته زينب بهذا ينول بهذا يخوت من تغسلون. كيف جرح الذي براسه أخاف أنكم تلجمونه، ظل الدين المصاب وينكم. فقال الإمام الحسن لأخته زينب: أخي علي بالأكفان التي جاء بها جبرائيل
بالخنوط فكفن الأمير فيها وحنطه، فلما وضعه على سريره وحمل المقدم وحمل الحسن والحسين المؤخر، وإذا بصوت زينب من خلفه: يا شيال يا شيال نحسبه والنايلم والبنات يودعن، يريد ان يريد يستنى لغاب شخصه بعد عنه، يا والبعد عنه يمشي منه. رجعت زينب في تلك الليلة، خلوا أمير المؤمنين أخذوه إلى موضع قبره، فعادت زينب إلى محرابه وجدته أظلما في التربة. وأوينت المحراب قولا الظلامة وطبل الدار وتلوج اليتامى، ويا علام الدهر ويانا يا علامة ضربنا وبالقلب نبغى تسمع.